في شارع سوق السلاح موجود جامع من الجوامع المملوكية المشهورة في المنطقة، اللي هو جامع الأمير سيف الدين الجاي اليوسفي، اللي اتبنى في العهد المملوكي في القرن ال14 سنة 1373 ميلاديا. الجامع مشهور في المنطقة باسم جامع السايس، وفي رواية تاريخية تسميته بالاسم ده عشان يقال إن السايس اللي مسؤول عن خيول السلطان حسن لما مات اتدفن تحت الجامع فسموه جامع السايس، لكن هو الاسم الحقيقي بتاعه جامع الجاي اليوسفي. مين بقى الجاي اليوسفي؟ تعالوا مع بعض ندخل الجامع ونتكلم عنه واحنا جوه. طبعا الجامع مبني على الطراز المملوكي، ان انت بتخش من باب الجامع تمشي في 3 مراحل لحد ما توصل لصحن الجامع، ومبني من جوه في 4 ايوانات عشان تدريس المذاهب ال4. لكن يقال ان الجامع ده كان بيتدرس فيه مذهبين بس، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. الجامع فيه شبه كبير قوي بينه وبين جوامع مملوكية كتير زي جامع السلطان حسن وجامع السلطان شعبان وجوامع المماليك عموما. الجامع مين بقى الجاي اليوسفي؟ ده كان أتابك الجيش في عهد السلطان الأشرف شعبان. وكلمة أتابك هي جزئين، أتى يعني الأب أو الراعي، وبك اللي هو السيد الراعي أو الأب السيد أو المسؤول عن الجيش. أتابك الجيش يعني القائد العام للقوات المسلحة. ده محراب الجامع، وفي 4 أعمدة، في عمودين التيجان بتوعهم مختلفين عن بعض، دليل ان هم جابوا من مكانين غير بعض خالص. ده المكان اللي مكتوب عليه اسم الامير الجاي اليوسفي. العمود اللي على يسار باب الجامع ده ليه قصة غريبة قوي. العمود ده في فترة من الفترات انتشرت اشاعة واسطورة كده انه بيشفي من الامراض، فكانت الناس بتيجي تعصر ليمونة على العمود وتلحس بلسانها العمود لغاية ما لسانها ينزل دم، وده المكان اللي محفور نتيجة لحس الألسنة في العمود لشفاء الأمراض. فضلت الأسطورة ديت موجودة لغاية عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، لما أمر بمنع العادة ديت ومنع التقليد ده وعمل عليه سور من الحديد. وكان السبب إن مع زحمة الناس عشان يشفوا من الأمراض بلحس العمود انتشر اللصوص بين الناس، وكانوا بيسرقوا فلوس الناس والذهب بتاعهم في الزحمة، فالشرطة اشتكت. فالخديوي عباس حلمي الثاني أصدر قرار بإحاطة الجامع بسور من الحديد ومنع الاقتراب من العمود ده، وقام كمان بترميم الجامع.